فوزي كان بيحب مديحة بجنون وكان بيغير عليها غيرة ممكن توصل لمشاكل. وفي مرة أصر إصرار كبير على رفض سفرها المهرجان مهم بجانب فيلمها خالد بن الوليد، لأنها كانت الست الوحيدة في الوفد المصري ومعاها 11 راجل، ومرضيش أبدا التوقيع ليها بالموافقة على السفر باعتباره جوزها، لدرجة إن وزارة الثقافة اتدخلت وأنهت إجراءات سفرها من غير موافقته. وكان أول مرة يحصل بينهم صدام بالشكل ده كان هينهي علاقتهم الزوجية، لكن فوزي من شدة حبه ليها تراجع عن موقفه وسيطر على غضبه، وقرر إن يوم رجوعهم يستناها في المطار ومعاه بوكيه ورد. وصرحت مديحة في أحد البرامج الفنية إن الموقف ده أثر فيها بشكل إيجابي، وقالت إن فوزي كان شخص متسامح ومترفع عن الصغائر. اي والله اي والله يا عز الاحباب. اي والله اي والله والشو الليل. دنيتنا في بعدكوا ظلام وايامنا من غيركوا عذاب.